السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هقول لكم على شوية نصايح للشعر، وكمان حاجات مهمة جدا جدا انتي لازم تعمليها كل اسبوع. خلاص. طيب، اول حاجة طبعا برحب باللي بيشوفوني لاول مرة، واكيد يساعدني قوي ان انتوا تعملوا لي اشتراك في القناة، وما تنسوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي وما يفوتكوش ولا فيديو. طيب، اول حاجة بقى عشان نكون متفقين مع بعض كده ونكون صراحة مع بعض. تمام. مفيش حاجة اسمها حاجة تخلي الشعر ناعم، او ان مثلا واحدة شعرها خشن او مجعد قوي، ويبقى في حاجة سحر كده ان انتي يبقى شعرك ناعم كده وحرير. يعني مفيش الكلام ده، ولو في هيبقى حاجة يعني مؤقتة، حاجة يعني بتاعت وقتها وخلاص. انما يبقى شعرك مش ناعم وانت عايزة حاجة تبقى شعرك ناعم طول عمرك كده حرير كده سايب كده، ما الكلام ده مش صح. سيبك بقى من الخلطات والوصفات اللي بتبقى موجودة على النت وتبهرينا من حولك والكلام اللي بيتقال في كل القنوات ده، مع احترامي ليهم طبعا، بس ده كلام مش حقيقي بالمرة. علشان ما تتعبيش نفسك و يعني ما تبذليش مجهود في حاجة مش هتجيب نفع ليها. في منطقة انت شعرك خشن تعملي معاه الاساس ده، شعرك ناعم تعملي معاه الاساس ده. لكن لو شعرك خفيف او بيقع او ما بيطولش، طبعا اكيد في حاجات يعني بتعالج الموضوع دي، انما بيبقى شعرك خشن وعايزه تنعميه، عشان نبقى صراحه مع بعض. طيب. طيب، اول حاجه، آه يعني لازم تغسلي شعرك مرتين في الاسبوع، مش اكتر من كده. ما ينفعش تغسلي اكتر من كده، علشان الشعر سبحان الله بيفرز زيوت. خلاص. الزيوت ديت لازم تبقى يعني موجوده في الشعر، مش تشيليها باستمرار. يعني ما ينفعش ان انت كل يوم مثلا تستحمي او الكلام ده كله، لا، ما هو مرتين بس في الاسبوع. وبصراحه يعني انا اختلفوا ناس كتير جدا جدا، دكاتره، مش القنوات اللي على النت خالص. لان انا بصراحه يعني بخاف في حاجه فيها بشره او وصفه للبشره او للشعر ان انا اجيب من قناه على النت، لانه مع احترامي لكل الناس ما ينفعش ان يكون واحده فاتحه قناه مثلا للطبخ او شويه حاجات كده، يعني آه اي حاجه بتخص ست البيت تقعد تفتي وتقول وصفات وخلطات والكلام ده، وهي مش خبيره. يعني لو خبيره تجميل او دكتوره طبعا على عيني وراسي، ده كلامها صح. انما انا بتكلم عن نفسي شخصيا، لو حد غيري مقتنع بده طبعا دي حريه شخصيه ليه، هو حر. انا بتكلم عن نفسي. انا بخاف ان انا اجازف ببشرتي وبشعري خالص، عشان كده دايما بحب اجيب حاجات نظيفه وتبقى ماركه كويسه، ما تكونش ماركه اي كلام. تمام. طيب، اول حاجه زي ما قلت اتفقنا ان الشعر هيتغسل مرتين في الاسبوع. وكمان زي ما قلت لكم في ناس اختلفوا، يا ترى بميه ساقعه ولا بميه سخنه ولا بميه فتره. يعني في ناس كتير جدا اختلفوا على الموضوع ده. زي ما قلت لكم دكاتره، كان في ناس تقول لي لا بميه سخنه، فناس تقول لي بميه فتره، فناس تقول لي بميه ساقعه حتى لو في الشتاء ميه ساقعه. خلاص. فانا صراحه يعني زهقت من كل الحاجات دي، فالرسول كان بيقول استفتي قلبك وان افتوك. انا عن نفسي في الشتاء انا بستحمى بميه سخنه، فطبيعي ان انا خلاص هغسلك بميه سخنه. في الصيف بستحمى بميه فتره او ميه ساقعه أو عادي اللي هي بتاعه الحنفيه، هغسلك بيها وخلاص اريح دماغي. انما بقى اقعد اشغل دماغي سخن وساقع، طب اعمل ايه الكلام ده؟ لا. تمام. طيب، بتغسلي بقى شعرك بشامبو مخصص لشعرك، وتعرفي انت شعرك نوعه ايه، يعني لو جاف او دهني او الحاجات دي. انا بصراحة ما بقتنعش بالكلام ده برضو، اي شامبو بيغني يعني. تمام. انا مثلا بحب جدا جدا جونسون بتاع الاطفال، وانا كنت عملت لكم ريفيو عنه قبل كده. انا بحسه حلو جدا، وفي زي ما قلت لكم في قنوات كتير جدا قالت ان هو بيجيب امراض والكلام، بس انا صراحه مش مقتنعه، يعني مش مقتنعه بكده خالص. تمام. بغسله بجونسون، انا بحب جونسون جدا. كمان انا بقالي بتاع حوالي سنتين بستخدم تريزمي، ده بلسم بس هتكلم فيه بعدين. شامبو. شامبو تريزمي. الاول قبل ما نبدا اتفضلوا استفندي. جايبه النهارده حلوه جدا على فكره. وكمان رخيص مش غالي، يعني الفاكهه يعتبر ارخص فاكهه في السوق تقريبا يعني.
مهم. دوت تريزمي بصراحة هايل جدا، انا كنت جايباه من فتح الله اللي هو في العجمي من سنة ونص كده، كان هو عرض الاتنين دول مع بعض، فانا جبت عرضين وبصراحة يعني بقاله سنة ونص يعني. ديت العبوة التانية يعني، دوت الباكج التانية دي اللي قبل كده خلصت خلاص. بصراحة جميل جدا، تريزمي حلو، وطبعا ماركة مستورد وكويس. عجبني جدا يعني. تمام. بستخدم بقى الشامبو زي ما قلت لكم، وكمان في برضو هيد اند شولدر للي عنده قشره، الكلام ده كله برضو اكيد. هيد اند شولدر برضو يعني غني عن التعريف، هو كويس، بس بصراحه انا ما بستخدموش. ده بتاع زوجي، انا استخدمته منه كده كام مره، هو كويس يعني. تمام. بس انا يعني بحب ده. انا استخدمت ده كام مره ليه؟ لان لازم الشعر ما يتعودش على نوع معين من الشامبو، يعني لازم تتغيري. تحطي مثلا هتجيبي عبوه زي كده خلاص، خلصت منك جيبي نوع تاني بس نوع يكون كويس، ما تفضليش طول عمرك على نوع واحد. تمام. خلصتي مثلا العبوه زي كده وجيبي حاجه تانية. ولو اني ما انصحكيش تجيبي العبوه الكبيره قوي دي لو انتي لوحدك، انما لو معاكي طفل او كده اوكي يعني هتنفعكم انتوا الاتنين. لكن دي انا قصدي انها تبقى كبيره قوي عليكي، هتبقى كتير خالص. تمام. ولو حابه يعني تجيبيها وتحطيها عندك ومفيش مشكله برضو اللي يريحك يعني. خلاص. زي ما قلت لكم هنغسل شعرنا مرتين في الاسبوع باي شامبو انت تحبيه ويكون ماركه نضيفه يفضل طبعا. خلاص غسلتيه، هتبتدي بقى تعملي البلسم، ولازم البلسم في المرتين في الاسبوع لازم. مره واحده بقى تعملي حمام كريم او حمام زيت. حمام الكريم انا صراحة جربت بنتين في الحمام الكريم، فظيع 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 بجد، بس هو غالي حبتين يعني. انا كنت بجيبه قبل الغلا من زمان جدا، يمكن قبل ما اتجوز كان ب24 جنيه. كان 24 جنيه كان يعني ليهم قيمة شوية يعني، غير دلوقتي. معرفش هو بكام دلوقتي بصراحة، بس انا صراحة جربته يعني مش ممكن، فظيع جدا يعني، انصحك جدا تجربيه. خلاص. حمام الكريم او زيت مره واحده في الاسبوع بس، والبلسم مع الشامبو على طول. خلاص غسلت شعرك بشامبو وعملتي بالبلسم، احنا بنتكلم ده اليوم اللي مش فيه حمام كريم، او لو في حمام كريم برضو مش هتفرق. خلاص. بصي بقى عندك اختيارات. انا اولا استخدمت الزيت ده بالامله، ما عجبنيش خالص. انا بحب ريحته بس، انما هو نفسه ما عجبنيش. كمان جبت من عند العطار زيت اسمه سوراج ولا سوراح، حاجه زي كده، سوراج تقريبا، مكتوب عليه يعني ايه مجموعه الزيوت الطبيعيه والكلام ده، بس برضو اونطه اي كلام، سيبكم منه. انا بس حبيت اعرفكم عشان ايه، لو حد شافه كده. هو مش غالي على فكره، هو كان مش عارفه ب7-8 جنيه حاجه زي كده، بس الصراحه شوفوا العبوه زي ما هي، مش استخدمت منها اي حاجه. ده بالامله لا يعني، لو انت بتستخدميه وجاي على شعرك اوكي استخدميه، هو ما جاش على شعري خالص هنستبعده عن المجموعه بتاعتنا دي. المهم لازم ترطبي شعرك لازم، هو اصلا هيبقى رطب بعد البلسم، فانت ممكن تتخدعي يوم والتاني والتالت وكده. ده انا شعري كويس، فمش هترطبي، بس غلط لازم ترطبي. ممكن بلوريال باريس ده اللي هو الفيف ده، ممكن كمان بده. هو انا مش عارفه هو اسمه مكتوب عليه كرياتين، دوت اسمه هير كلينيك، انا ما اعرفش ماركته ايه بالظبط بصراحه، بس ده شكله. بصوا بقى ده فظيع جدا جدا جدا، انصحك بيه جدا جدا، احلى من لوريال ده. هو برضو زي ما قلت كل واحد على حسب شعره بيجي معاه ايه، انت شوفي شعرك جه معاه ايه واستخدميه. انا ده هو كويس بصراحه، بس يعني مش ايه، مش واو يعني، مش حلو قوي. ده اللي فظيع جدا، والكمان حلو جدا جدا جدا، بديل الزيت بتاع دوف بصراحه حلو قوي قوي. خلاص. طيب. آم، ترطبي شعرك زي ما قلت لكم باي حاجه من الحاجات دي. طيب. آم، انا اختي كانت جايبه لي ده اسمه زيت النونه. بصراحه حلو جدا، هو مجموعه زيوت طبيعيه. هو اصلا ليه بامب كده يعني بخاخ كده، بتحطيه والشعر مبلول، تبخي كده على ايدك او على الشعر يعني وكده، وتروحي جايه ايه مسرحه شعرك بعد كده. حلو جدا بجد يعني. هي جايبهولي، انا مش عارفه بيتباع في صيدليات ولا بيتباع في ايه بصراحه، انا مش عارفه. هو كانت جايباه من شركه ادويه تقريبا يعني. تمام. فانصحك بيه قوي يعني، حلو. تمام. وعايزه اقولك حاجه بقى، لو انت الحاجات دي ممكن تكون غالية عليكي يعني، دوت بحاجة و40 ودوت مش عارفة كان بكام بصراحة مش فاكرة. لو درت حاسة ان هما ممكن يكونوا غاليين عليكي. تمام. انصحك بقى بالحاجة الخطيرة بجد، زيت اللوز الحلو.
او اي زيت طبيعي، زيت جرجير، زيت خس. تمام. آم، زيت جرجير، زيت خس، زيت توم، جنين قمح. كل الحاجات دي بجد حلوة جدا. ممكن تحطيها مجموعة الزيوت دي على بعضها. كان دكتور كان كاتبها لي، انا ما بقولش حاجة من دماغي علشان ما ضللش حد، انا بقول واكرر تاني. كان دكتور هو اللي وصفالي، دكتور بتاع شعر، كان هو اللي وصف لي الزيوت دي على بعضيها. هقول هكتب لكم برضو ان شاء الله الزيوت في صندوق الوصف، المجموعه، وتخلطوهم على بعض، وبعدين تعملوا بيهم بقى ده حمام الزيت. تمام. سيبكوا بقى من زيت امله والحاجات دي، انا ما اعرفش بصراحه هو تكوينه ايه ولا جواه ايه، وكل العبوه دي يعني مش ما انا بصراحه ما حبيتوش. آم، ده زيت لوز حلو تجيبيه. تمام. وتروحي جايه على اطراف اصابعك كده، شوفوا هو اصلا بل الاصابع يعني، وتروحي جايه عاملاه فرقاه في الفروة راسك. خلاص. تفركيه كويس كده، وتروحي جايه بقى ايه منعمه بيه شعرك كده، وتسبري سرحيه، وتكرري الموضوع الزيوت ده مرتين في الاسبوع برضو مع الايه الشامبو، تدهني. عفوا. تمام. زي ما قلت لك انت بقى بعد كل شاور، احنا قلنا مرتين في الاسبوع، هتبتدي إيه تعملي الزيوت اللي انا هكتبها لك في صندوق الوصف. خس، جرجير، توم. هو معلش هو التوم يعني ريحته تبقى فظيعه جدا، وكمان ممكن جوز هند برضو. ممكن كل حاجه تحطيها لوحدها على فكره، مش لازم تحطيهم على بعض. خلاص. يعني ممكن تجيبي اللوز الحلو، ركزوا يا جماعه، اللوز حلو انما اللوز المر للبشره، ده لوز حلو للشعر. تمام. كان الدكتور كاتب لي مجموعه الزيوت دي تعملي بقى حمام زيت ازاي. تجيبي الزيوت دي بتخلطيها على بعض كده كويس جدا، ممكن تحطيها في حاجه زي كده ليها بخاخ برضو. تمام. وتبتدي بقى ان انت تحطيها في كل انحاء الفروه بتاعه راسك، وحركات دائريه كده، دائريه بالراحه جدا جدا. خلاص. احنا ليه بتعملي كده؟ علشان تتقلي شعرك وتطوليه، لو شعرك ما بيطولش او شعرك ما بيتقلش تعملي كده. ولازم تستمري على الموضوع ده فتره كبيره، ما ينفعش. هو انت من اول شهر هتلاقي نتيجه ان شاء الله، بس ما ينفعش تعملي الموضوع ده وبعد كده تيجي تقولي ايه، تيجي توقفي هتلاقي تلاقي شعرك وقع او رجع زي الاول. هو مش وقع، هيرجع زي الاول. فهو عايز استمراريه عشان بتغذي شعرك. عارفه عامله زي ايه؟ زي ما يكون عندك زرعه وكل يومين او كل يوم مثلا بتسقيها ميه. لو بتلاقيها بقى كبرت ورعرعت، لو في يوم قطعتي عنها الميه دي، او قعدتي مثلا اسبوع او شهر قطعتي عنها الميه، طبيعي انها هتموت. تمام. فده المقصد، ان انت لازم تبتدي ان انت تحطي الزيوت الطبيعيه دي تجيبيها من عند اي عطار. ده شركه الكابتن. بصراحه انا بثق جدا جدا في الشركه دي، كل الزيوت بتاعتها جميله جدا، وعلى فكره مش غاليه. العبوه دي كبيره ما شاء الله يعني، فيها تقريبا العبوه دي ب6 جنيه او ب7 جنيه حاجه زي كده، مش هتزيد عن كده يعني. وكل الزيوت على فكره بنفس السعر يعني، جوز الهند الحاجات دي كلها ب5 ب6 ب7، ما بتزيدش عن كده اعتقد يعني، مش وصل ل8 جنيه الازازه دي خالص يعني. انا اخر مره جايباها كانت تقريبا ب6 ونص او ب7 حاجه زي كده. بتخلطيهم على بعض، وممكن زي ما قلتلك تجيبي ازازه ازازه، مش شرط تعملي كله على بعضه. خلاص. لكن زي ما قلت لك حمام الزيت، بتجيبي بقى زي ما قلت لك تحطيه في حاجه زي كده، وتروحي جايه حاطاه على شعرك، وتقعدي تعملي حركات دائريه على الشعر. تمام. في الفروه يعني قصدي. وبعد كده تجيبي فوطه سخنه تكون فيها ميه سخنه، تكوني عصره الفوطه كويس جدا جدا جدا، وتروحي جايه حطها على شعرك لمده ربع ساعه. بعد كده تروحي جايه غاسله شعرك بالشامبو وترطبيه بالبلسم. بجد يعني صدقيني لو عملتي الموضوع ده هتدعيلي بجد بجد. انا مش عايزه حد يعني يكتب لي كومنتات الا لما يجربوا الاول. خلاص. جربي موضوع الزيوت ده الطبيعيه. كان في واحده طلبته مني من السعوديه عن الموضوع ده، شعرها خفيف تستخدم شامبو ايه، اي شامبو كويس. جونسون حلو، تريزمي كويس برضو. لوريال انا جربت شامبو لوريال برضو خطير جدا. كل الحاجات دي حلوه. ما تروحيش تجيبي اللي هو في شامبوهات كده بتبقى في جراكل كده يعني، لا ما انصحكيش طبعا بيها. تجيبي حاجه ماركه نظيفه وماركه معروفه. خلاص. شعرك هو راس جمالك زي ما بيقولوا، او راس مالك، مش عارفه هما بيقولوا كده يعني، تاجك.
ايوه، الشعر تاج المرأة، فلازم تهتمي بشعرك جدا ويكون ناعم قصدي مش ناعم، تكوني مهتمية بيه ان انت هو يكون متسرح دايما، يكون شكله كويس. لكن هتهمليه صدقيني، مع حبة حبة في حبة هتلاقي شعرك باظ خالص، وهيبقى بصعوبة انت تعرفي ترجعيه زي الاول. وزي ما قلت لكم، لو واحدة فيكو شعرها مجعد او خشن او كده، مش حاجة تنعم شعرك يعني، الا بقى الاستشوار والمكوى. تمام. وانا كنت عملت لكم قبل كده ريفيو عن المكوى البيبي ليس. تمام. زي ما قلت لك، لكن بقى ما تروحيش تجازفي صدقيني بشعرك وبخلطات وبصفات والكلام الفظيع الغريب عشان تنعمي شعرك، لكن تطويل وتكثيف. انا قلت لك حاجه طبيعيه ودكتور اللي كاتبها لي، مش جبتها من نفسي، عشان محدش يجي يقول لي انت بتقولي ان في حد بيعمل كده، بيقول وصفات وانت كمان قلتي وصفات. انا قلت وصفه دكتور كان كاتبها لي والله بجد. خلاص. انا هسيب لكم ان شاء الله الزيوت في صندوق الوصف ان انتوا تجيبوها. تمام. وتعملوا زي ما قلت لكم كده. مش عايزه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، اكيد دماغكم صدعت قوي مني. بس هو ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتجربوا الزيوت، وان شاء الله تدعوا لي بجد. واشوفكم ان شاء الله يا رب على خير في فيديو جديد. وكمان اللي بيشوفوني لاول مره، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لي اشتراك في القناه، وكمان تعملوا جرس، علامة الجرس، عشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. ومش تنسوا كمان ان انتوا تعملوا لايك وشير للفيديو. واشوفكم ان شاء الله على خير يا رب في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.